يا ترى تقدر تحمي فراخك من سارق الأوزان مرض الكوليستريديا؟ طبعا كل العنابر دلوقتي بتشتكي من تأخر الأوزان وزيادة الإسهالات اللي مش نافع معاها أي علاج. عارفين ليه؟ لأن البكتيريا الكوليستريديا موجودة بصورة طبيعية في أمعاء الطائر، لكن لما بتتغير الظروف المحيطة بيها بتخلي الكوليستريديا تتحول من بكتيريا طبيعية لبكتيريا ضارة بتدمر الخلايا المبطنة للأمعاء، وبتكون طبقة زي القطيفة بتسبب عدم امتصاص الأكل، وده بينعكس على تأخر الأوزان. طيب إزاي نعالج الكوليستريديا؟ طبعا دلوقتي العلاجات المعتادة ما بقتش تعالج الكوليستريديا، وبيفضل مهما نعالج الإسهالات موجودة. عشان كده المكتب العلمي لشركة المتحدون الدوليون قدر يوفر لكم المنتج الأكثر فعالية ضد الكوليستريديا واللي هيمحيها من مزرعتك من أول استخدام، وهو الأنتي بودز قاهر الكوليستريديا، واللي مش بس هيعالج لك الإسهالات، لا ده كمان هيرفع مناعة الطيور ويحسن سحب العلف، وهترجع الأوزان تزيد كمان. ما تترددش كتير وكلمنا دلوقتي على الأرقام دي واطلب الأنتي بودز وامحي الكوليستريديا من مزرعتك.